كان يوجد صحابي من الصحابة تاجرا، وفي إحدى رحلاته خرج عليه لص بالسلاح، فقال له اللص: ضع ما معك فإني قاتلك. فقال الصحابي: ماذا تريد من دمي؟ خذ المال. فقال اللص: أما المال فهو لي ولا أريد إلا دمك. فقال له: إذن اتركني أصلي 4 ركعات قبل أن أموت. فقال اللص: صل ما بدا لك. فبدأ الصحابي بالصلاة، وعند سجوده دعا الله وقال: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني. عندما انتهى من صلاته وجد رجلا يركب فرسا ويمسك سيفا يقتل اللص، فقال له الصحابي: من أنت؟ قال: أنا ملك من الملائكة، عندما دعوت الله اهتزت السماء، فسألت الله أن أنقذك، اللهم أدخل اليد التي تنشرها الجنة.